هنتكلم مع بعض ان شاء الله في فيديو النهاردة عن الشنطة اللي هتاخديها معاكي في منى وعرفات والمزدلفة. هتحطي فيها ايه وهتاخدي فيها ايه معاكي اللي هيفيدك هناك ويشجعك كده ويعينك على الطاعة. ان شاء الله الفيديو ده مهم جدا 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 للنساء وللرجال. بإذن الله تابعي معايا الفيديو للنهاية ان شاء الله هتستفادي. عايزة اقولك ان هنا ممر السعادة. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين. حابة بس افكرك تحطي لايك للفيديو علشان الكل يستفيد من الفيديو، والدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول بند هنتكلم فيه مع بعض وهو بند الأدوية، وأنا شايفة إن ده أهم شيء تاخديه معاكي هي الأدوية بتاعتك علشان ما تنسيش وما لا قدر الله ما يحصل لكيش أي مضاعفات، وتقضي الحج بتاعك كده في أريحية وطمأنينة من غير ألم ولا مرض يا رب، اللهم أمين. أول شيء لو حضرتك أو حضرتك في أدوية معينة بتاخدوها لأمراض مزمنة لا قدر الله، ربنا يشفي ويعافي كل مريض يا رب، ضغط سكر قلب، حتى لو فيكي يعني تاخدي دواء الأملاح ما تستهتريش وتقولي مش مشكلة باخده لما ارجع. على فكرة الحاجات دي ليها أثر، يعني ايه، ليها آثار جانبية، يعني ما بتكمليش العلاج بتاعك. علشان حصلت معانا وحد قريبي يعني قريب جدا مني ما خدش الأدوية بتاعته حتى بتاعت الأملاح واستهتر بالموضوع وقال لا خلاص. عايزة أقولك إني لا قدر الله يعني ربنا يشفي كل مريض، مغص كلوي وصريخ وصويت، ويعني ربنا يعافي كل مريض يا رب، اللهم امين. فانا بس حتى الحاجات الصغيره حابه ان انا افكرك بيها علشان ما تقعيش في اي خطأ من كتر الزحام. في مستشفيات وفي بس ما حدش، يعني انت فاهمه، انت الدنيا مهوله ولا كأننا كده اهوال يوم القيامه. فحافظي على نفسك على قد ما تقدري وخدي الادويه بتاعتك حتى لو انت شايفاها بسيطه من وجهه نظرك. واهم الادويه برضو اللي لازم تكون معاكي النساء والرجال، والرجاله كمان اخص، موضوع المراهم اللي هي الالتهابات والتسلخات، وعلى رأسهم طبعا الفازلين. يبقى احنا كده اتكلمنا في الأدوية اللي هي المزمنة والأدوية اللي هي الالتهابات والتسلخات. بعد كده خدي معاكي وانتي مسافرة للحج أدوية مضاد حيوي بودرة، مضاد حيوي بودرة ما تفتحيهاش، خدي نوعين مختلفين. اسألي الصيدلي على نوع يكون كويس يمشي مع كل الأجسام، وخدي نوع برضو حبوب علشان لو دور خفيف احتقان خفيف، ما انتش سخنه ما انتش اي شيء، لان مش كل الادوار او التعب اللي بيجي بيحتاج له مضاد حيوي حقن. في حاجات كده خفيفه بتروح بالمضاد الحيوي البرشام طبعا. على رأسهم طبعا خدي معاكي المسكن، خدي نوعين مختلفين اسامي مختلفه، خدي نوع شديد ونوع بسيط، خدي كمان معاكي من ضمن الاساسيات معاكي دواء للبرد وللصداع وللرشح، يعني مش مسكن بس. وطبعا خدي معاكي بسط للعضلات علشان مع المشي الكتير والحركة احيانا كده بيحصل شد عضل للرجل او للدراع او يعني خديه معاكي احتياطي. انا بصي ما استغنيتش عنه، وطبعا هقولك في كل فيديو برضو ان اختي حصل لها تعب هناك واشترت شريط برشام ما يعادل 800 جنيه مصري. يعني الشريط البرشام كان من هنا في مصر مثلا ب50 ولا حتى ب100 جنيه، هي راحت اشترته من هناك ب800 جنيه مصري. فخدي بالك علشان فرق العملة ده، يعني كل حاجة غالية جدا. ده كده كان بند الأدوية. وطبعا للنساء في أدوية، يعني استشيري طبيبة مسلمة تقولك على أدوية منعة أو بتمنع نزول الدورة الشهرية علشان تأدي مناسك الحج بتاعتك بأريحية وطمأنينة. طبعا ده بالنسبة لبند الأدوية. أما البند التاني وهو بند الأكل والشرب، طبعا انا زي ما بقولك هتاخدي معاكي اكل خفيف علشان ما تحتاجيش ان انت تدخلي الحمام كل شويه، اعزكم الله طبعا. ف يا دوبك تمر، يعني فاكرين كده ايام زمان لما كنت بتقولي لي ماء وتمر يكفي؟ في الحج برضو ماء وتمر يكفي. عايزه تاخدي معاكي هيبقى مثلا كيسين عيش معاكي في الشنطه، وعلب جبنه كده، علب مربى، عسل نحل، الحاجات اللي هي الخفيفه خالص. طب هعيش عليها كام يوم؟ هتعيشي معاها عليها كام يوم. اصلا انت من كتر العباده والذكر والصلاه هيبقى يعني انت يعني مهم الفرحه كمان، يعني الواحد كده بتبقي فرحانه، ما بتبقيش حاسه باي جوع ولا اي عطش ولا اي حاجه خالص. طب بالنسبه هناك برضو في وجبات بتتوزع مجانا. عايزه اقولك ان انت لو حد عرض عليكي او عزم عليكي باي اكل انت ما انتش عارفاه وما انتش عارفه الاكل اللي بتاكليه ده ايه، يعني النصيحه مني ليكي ما تاكليش منه. انت معدتك مش متعوده على البهارات الكتير او الحاجات اللي هي الغريبه، فما ما تحاوليش ان انت تعرضي نفسك لمغص او تلبك او اي شيء ان هو يعوق حركتك او ان هو يتعبك ويمرضك حتى لو ساعات قليله. فاهمه ازاي؟ طبعا مع الادويه انت هتاخدي معاكي مطهر مع ومغص الاسهال، والادويه دي كلها اساسيه معاكي. فانا بس بالنسبه نصيحه لاخواتي كمان اللي هم حاجزين الفنادق بالاكل والشرب،
خدي بالك من نوعيه الاكل اللي هتاكليها. ان شاء الله تاكلي جبن بس في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، بدام انت ما انتش عارفه نوعيه الاكل اللي هتتقدم لك. اللحمه يا دوبك كليها مسلوقه بس، الفراخ يا دوبك لو تقدري تاكليها مسلوقه ومحمره بس كده بدون اي اضافات تانية، علشان بس تتفادي موضوع المغص وموضوع التقلصات وموضوع يعني انت فاهمه انت ترجيع او اي حاجه، لان معدتك مش متعوده على الاكل او نوعيه البهارات اللي بتتحط في الاكل. ده بالنسبه للاكل. وخدي معاكي برضو زي ما بقولك، لو انت نفسك علب تونه او اي شيء، وطبقين فاضيين، معلقه ليمونه. خدي معاكي طبعا لو اللي هو الترمس السخان اللي هو عفوا، بيبقى فيه ناس اصلا هتبقى موجوده في المخيمات موجوده معاها السخان والاكل بتاعها، فانت مش عايزاكي اصلا تتشغلي بالاكل والشرب، انت رايحه اليوم ده ما تضيعوش من ايدك، ومعاكي كنز كده عظيم من عند الله سبحانه وتعالى، من عليك وفضلك على كثير من عباده ان هو يصطفاك يوديكي هناك، فولا يشغلك بقى اكل ولا يشغلك شرب، خليكي كده في معايا مع ربنا. انا بس بقولك خدي بس علشان الادويه اللي هتاخديها، وعلشان المجهود يبقى فيكي حيل ان انت تصلي وان انت تذكري الله وان انت تعبدي الله، يعني انت تبقي قاعده في مكانك مش هتمشي. غير طبعا العمره، لان بتبقى مجهود وبتروحي تعملي عمره كل يوم وبترجعي مثلا، فانما انت كده كده قاعده فمش هتجوعي. فعادي لو كلتي كده حاجات بسيطة خالص علشان تقدري على العبادة، وعلشان ما تدخليش الدورات المياه، لان طبعا الدنيا هناك زحام شديد. اما بالنسبة للملابس فهتاخدي غيار كامل متكامل معاكي. في ناس بتقول غيارين، وانا مش عايزة اتقل عليك الشنطة، هو غيار واحد بس، لان انت هتكوني مغتسلة في الفندق ولابسه الغيار اللي انت رايحه بيه ده نظيف، يعني ممكن ده يقعد معاكي يومين. الغيار التاني ده هتاخديه معاكي احتياطي احتياطي، يعني مش كل شويه تغيري او تشغلي نفسك باي حاجه تانية. خدي معاكي الحجاب بتاعك غيار تاني معاكي، شرابين يكونوا احتياطي معاكي، المزيل العرق طبعا اللي هو بدون رائحه يكون معاكي، الحاجات الشخصيه الفوط الصحيه. الغيار الداخلي اساسي يكون معاكي غيارين علشان الطهاره، وعلشان تبقي على طول جاهزه للصلاه وجاهزه للعباده، ما يعوقكيش ما فيش اي حاجه تعوقك يعني. ربنا يا رب كده يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. ده بند الملابس. طبعا الحذاء، اشتري حذاء طبي، دي نصيحتي اللي كنت بقولك عليها، حاجة مهمة جدا جدا وهتعينك. بص هتريحك جدا. هتقولي لي هتريحني ازاي في العبادة يا مرادة؟ ما انت لما تروحي المنى وعرفات ما انت هتمشي، او يعني في شباب هيمشي، في نساء هتمشي. اشتري من وانت بتشتري في بلدك اللبس بتاعك، او بتشتري الحذاء، نقي النوعية بتاعته تكون طبية ومريحة علشان تقدري تمشي بيه، لان راحة الجسم بتبدأ من القدمين. يعني عايزة اقولك ان انا كنت واخدة حذاء وشارياه والله غالي، هو ضاع مني هناك وروحت الفندق بالشراب، بس عايزة اقولك ان انا ما زعلتش عليه، لان اليومين اللي انا لبستهم فيه يعني اثروا عليا طول العمرة طول العمرة وانا بشتكي برجليا. فمحدش نصحني او ما لقيتش حد يقدم لي النصيحة. فخلي بالك موضوع الحذاء ده مهم جدا جدا جدا، وانت بتشتري اختاري نوعية طبية يكون النعل بتاعها طبي، وانت في المحل اسألي البائع اللي في المحل قولي انا عايزة حاجة طبية تكون مريحة في المشي وفي الحركة، وتمشي كده البسيه كده راحة جاية كده في المحل، ان لقيتيه مريح في رجليكي اشتريه، لقيتيه ناشف وهيتعبك كده رجليكي بلاش منه، علشان ده اكتر حاجة يعني بصي بتتعب الواحد وبتقرف الواحد. فده بالنسبة للحذاء. طبعا خدي معاكي نضارة علشان الشمس او شمسية، واخواتنا الرجالة برضو هياخدوا معاهم شمسية، لان هم ممنوع ان هم يلبسوا كاب لان هيكونوا محرمين. اما النساء تقدري يا اما تلبسي نضارة يا اما تلبسي كاب يا اما شمسية، المهم ان اي حاجة تحميكي بس عن الشمس. والملابس الداخلية بتاعتك هاتيها قطن، وحاولي ان انت ابعدي عن الالوان الغامقة بحيث ان انت تعكسي ضوء الشمس عنك. لو لبستي حاجة سودا كلك اسود كده واللي الداخلي غوامق بتسحبي الحراره عليكي وبتسحبي الشمس بحالها عندك. فالبسي حتى اللبس الداخلي، لو انت بتحبي الغوامق البسي اللبس الداخلي يكون فواتح شويه علشان يعكس ضوء الشمس عنك، ولا قدر الله ما تمرضيش ويحصل لكيش ضربات شمس. ده بالنسبه لللبس. اما بالنسبه بقى للفلوس والمتعلقات الشخصيه، فان شاء الله هسيب لك لينك الفيديو ازاي تحافظي على فلوسك طول فتره الحج بطريقه، يعني بصي طريقه امهاتنا بتاعت زمان، اللي هي بتحط الكيس كده في الملابس الداخليه، كيس قماش كده بتفصليه عند بتاع هوريكي شكله في الفيديو ان شاء الله، هسيب لك رابط الفيديو، بس انا حبيت ان انا اقول لك عليه عشان اللي مكسل او اللي مش حابب ان هو يشوف الفيديو. كيس قماش بيتفصل وبتركب له استك، وبتربطيه الاستك بتاعه بعقده كده معينه، مش الرباط العادي بتاعنا، لا بعقده كده معينه، بتلبسيه في اللبس الداخلي بتاعك، في
في لبس البرا، في اللبس الداخلي بتاع النساء. ما تسيبيش حاجه غاليه ليكي في الفندق. الورق اللي هو يعني الورق والباسبور والحاجات دي، يا اما تسيبيها في اداره الفندق في الامانات، يا اما تسيبيها مع المشرف بتاعك علشان ما تفضليش رايحه جايه بيها ولا قدر الله يحصل سرقه ليها او يحصل تلف او تضيع او يقع عليها ميه او ما شابه ذلك. يا اما تفتحي الشنطه الكبيره خالص اللي هي بتاعه الملابس اللي هتسيبيها في الفندق وتحطيها في الارضيه بتاعه الشنطه. كل الشنط بيكون فيها سوسته سحريه كده، بتحطي الورق بتاعك، ما قلتش فلوس، ورق بس، وتقفلي عليها السوسته، وبعد كده ترتبي الهدوم بتاعتك عليها. فخدي بالك، الله يرضى عليكي من موضوع الفلوس والمتعلقات الشخصية والذهب والحاجات دي، حافظي عليها على قد ما تقدري علشان السرقة. فربنا يهدي الجميع ويهدينا ويهدي أنفسنا يا رب، اللهم أمين يا رب. كده أكون قدرت أفيدك بكل شيء يخص الشنطة اللي هتكون معاكي. طب نوع الشنطة هيكون إيه؟ اختاري نوع الشنطة يكون خفيف بحيث إن انت تعرفي تتحركي بيها. لو يعني مش هتقدري تلبسي شنطة، البسيها اللي هي الشنطة بتاعت الظهر. لو مش هتقدري شنطة الظهر، هاتيها بعجل بحيث تسحبيها وما تشيليهاش ولا على ظهرك ولا على كتفك. اما الفلوس الفكة اللي هتصرفي منها، فالبسي الشنطة اللي هي بنلبسها دي كده في 7 كده في رقبتنا كده، دي بتكون سهلة، بتحطي فيها التليفون، بتحطي فيها السبحة، بتحطي فيها المصحف بتاعك. شنطة كده خفيفة اللي هي شنطة الكتف كده، دي بتكون خفيفة. ودايما اوعي تنسي المصحف معاكي علشان تقدري تقرأي قرآن، وتقدري ان انت تذكري الله كتير، وورقة بالاذكار وكشكول كده، كتيب صغير بالقلم وكتيب صغير بالادعية. ما تفوتيش ولا لحظة، نصيحتي لاي حد طالع الحج. والسبحة طبعا الالكترونية او السبحة العادية. بصي، اي حاجة تخص العبادة خديها معاكي. في سجادة صلاة بتتباع دلوقتي علشان مش يعني مش طول الوقت ممكن تقعدي على حاجة تسندي بها ظهرك. ففي دلوقتي مصلية صلاة او سجادة صلاة بتقعدي عليها، يليها زي مسند كده بتتني نصها، بتقدري ان انت تسندي ظهرك عليها. لو ما لقيتيهاش عادي خالص، انما سجادة الصلاة دي اساسية برضو من ضمن الاساسيات اللي هتكون معاكي. انا بس بديكي فكرة ان في دي بتتباع، لو ما لقيتهاش هنا في مصر فانت هتلاقيها هناك في مكة المكرمة كتيرة جدا جدا جدا. لو والدتك ست كبيرة بتحب ان هي تسند ظهرها او اي شيء، دي هتكون مفيدة جدا جدا. حتى وانت بتقرأي القرآن، بدل ما تفضلي مميلة كده وقاعدة محنية ظهرك، لا، دي مريحة جدا 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 في القعدة. فدي كل الحاجات اللي انا ان شاء الله باذن الله اللي هتخليكي تأدي العبادة بتاعتك وانتي في اريحية وطمأنينة وسكينة، وتكوني في معية مع ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم القبول، وما تنسوناش من خالص دعائكم. أما الدعاء فادعوا لأولادنا وأولاد المسلمين بالهداية وصلاح الحال والنجاح والتوفيق، اللهم أمين يا رب العالمين.